روبرت دينيرو بيقول لك البس وانزل. انا شيماء خميس ودي حكايه على المشي. في فيلم اسمه ذا انترن، روبرت دينيرو كان عامل راجل كبير في السن ومراته ميته وعايش لوحده، يعني حد كده مفيش وراه اي حاجه يعملها ولا حد مشغول بيه، حياه فاضيه على الاخر. بس برغم كده كان شخص ايجابي جدا ومتفائل. وغير انه في احداث الفيلم راح يتدرب في موقع بيتكلم عن الموضه والازياء تحت اشراف بنت قد ولاده، وما اتكسفش ولا قال انه كبر على الطموح. كان في حاجه اهم واحلى، الحاجه دي ظهرت في اول الفيلم وظهرت كمان في التتر نفسه. في جمله عظيمه جدا كان بيقول فيها انه برغم حياته اللي كانت ممكن تبقى ممله وروتينيه الا انه لقى الحل السحري عشان ما يحسش بكده. الحل بكل بساطه انه كان دايما بيقوم يلبس وينزل، اول ما يحس بملل او احتياج لحد ما بيفكرش، يقوم يفتح الدولاب ويلبس وينزل على طول. ينزل يعمل اي حاجه، يتمشى، يقعد في كافيه لوحده يشرب قهوه، يروح يحضر درس يوجا، يمشي يسمع اغاني في الشارع، المهم يعمل اي حاجه، لان الحاجات دي مهما كانت بسيطه او تافهه تاثيرها عمره ما بيبقى تافه. المهم انه ما يقعدش في البيت لوحده ابدا، لان هو ده اللي ممكن يدمر نفسيته ويحسسه بالوحده والملل والاحتياج للناس. فروبرت دينيرو بيقول لك ايه بقى؟ البس وانزل من غير ما تفكر هتروح فين ولا مع مين، المهم تنزل.